معكم ياسين الحريشي، أنا مدير شركة نيفرسين برودكسيون. هذا العام الفيكام صراحة تفاجأت، وهذه ماشي فقط يعني كلام مجاملة، بس فعلا تفاجأت. عادة تيكونوا دي ستوديو مغاربة فقط، كيكون واحد تلاقح كنتلاقاو مع الناس كنبدلوا التجارب ديالنا. فهذا العام هذا كاينين كذلك دي ستوديو من لافريك، ستوديو من تونس، من الكوت ديفوار، من عدة بلدان. وهذا الشيء كيفرح بزاف، وتفاجأت ملي كنشوف مثلا في بعض الاعمال ديال واحد الاستوديو هنا من الكوت ديفوار، من ساحل العاج، فكنلقاو واحد المستوى عالي جدا، ستيل مونغا، سيري بور ادولت، واحد الرسومات فائقه الجمال، وواحد يعني كيبان لك عمل جاد يعني. وكاين اللي زوين كذلك سكو فيه ثقافه افريقيه ماشي فقط عالميه يعني يونيفرسال، لا كذلك واحد هو كيبقى دائما عالمي، منتوج عالمي، مي عنده واحد الخاصيه افريقيه كيروج الثقافه الافريقيه، وهذا تيحتاج ليه بزاف، سواء على المستوى الوطني كبلادنا نتكلموا على بلادنا، ولا كذلك على المستوى الافريقي نشوفوا اعمال افريقيه. كاين الابداع، كاين الحمد لله امكانيات، فممكن نتحداو الصعوبات ونديروا عمل جميل كبير. فاحنا في شركه الانتاج ديالنا نيفرسين برودكشنز كتوجه دائما في ناحيه انتاج المسلسلات والبرامج التلفزيونيه، وكذلك على مستوى تقنيه ثلاث الابعاد، فكنتجو مسلسلات اعمال رسوم متحركه 100% مغربيه. انا يعني الانسان بصفه عامه هادشي كيدير واحد الطريقه تلقائيه، انه فرحان ولا مقلق، ملي كتغدير اون 3 دي كتبان ساهله، ما ساهلاش. كتلقى واحد الشخص متمرس وكيلقى واحد التحدي انه يبان داك التعابير بواحد الطريقه اللي ما تبرزطكش. فمثلا كان واحد مثلا ما عندوش واحد التجربه كافيه كيحرك الشخصيه مثلا تعابير الوجه مثلا، فكيبان لك هبط واحد الحاجب مثلا دارو كيضحك، ملي كتشوفو ما كتفهموش شنو هذا التعبير هذا. هو عادي منطقي وتبع شي حاجه منطقيه وما كتصدقش، لانه هادشي فيه واحد الدراسه، وفيه خص واحد التجربه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. اضغطوا على الزر سبسكرايب، المرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. المواطنة نيوز، صوت المواطن.